بنتسأل كتير في العيادة التقويم بتاعي أو العلاج بتاعي هياخد وقت قد إيه؟ الوقت إحنا بنحدده بعد ما بيتم تشخيص الحالة بشكل كويس وتحديد الخطة العلاجية، وفي عوامل كتير بتأثر على الوقت، عشان كده الدكتور بيحدد رينج فترة زمنية من إلى ممكن تخلص فيها العلاج بتاعك. إيه هي العوامل ديت؟ أول حاجة نوع المشكلة اللي عندك، نوع التزاحم، والخطة العلاجية اللي اتحطت عشان نعالج المشكلة ديت. تاني حاجة نوع الجهاز اللي هنستعمله، سواء كان جهاز معدني ثابت، شفاف ثابت، أو شفاف متحرك، أو أجهزة بتشتغل على النمو. تالت حاجة ودي بتعتمد على المريض أكتر، الالتزام بالمواعيد اللي الدكتور بيديها لك، بتيجي في مواعيدك بشكل منتظم، بتحافظ على مكونات جهازك ما بيتكسرش منك بسبب ان انت اكلت حاجة ناشفة او غيره. تالت حاجة بتغسل سنانك بشكل منتظم وبشكل كويس، وبالتالي الخطة العلاجية بتاعتك بتتم بشكل سهل وسلس وسريع، تقدر تحقق أحسن نتائج في أقل وقت ممكن. لو حابين تسألوا أسئلة أو عندكم أي استفسارات اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم في أسرع وقت.